ذات ما يعرف الواحد يعمل شنو ما يعرف. تخش بيجاي تطلع لك مصيبة تانية بيجاي، تمرق بيجاي تطلع لك مصيبة تانية بيجاي. يا الله ما عارفين ذاتنا على شيء. يعني الواحد يشتغل تشتغل والقروش ذاته لا بتنفع لا بتجيب حاجة ذاته. يا أخي والله جنعنا يا الله. يا راجل محمود مالك الحاصل لك شو؟ والله الحاصل كثير. ماله ان شاء الله خير. وين الخير هو؟ وين الخير؟ كيف ما في خير؟ يعني شوفي ايه لا قادرين نأكل الأولاد ولا قادرين نعمل حسي البيت ده مهجرين. سيد الإيجار بكرة بعد بكرة حيجي يقول داير بيت هنعمل له شنو؟ أنا ما أعرف والله. طيب انت يا محمود ما تشوف لنا ان شاء الله امشي لعبود. عبود؟ أيوة. إيه والله يا عبود أنا كنت داير أمشي أجيب منه قروش، لكن الزول ده والله صراحة يعني شغله ما عاجبني. الزول ده بيطلب طلبات كده غريبة. دي الحاجة امشي ليه بتخلي وانت؟ حاول امشي ليه. والله غاية جد؟ هحاول يعني امشي ليه؟ لكن نشوف غاية اللي يحصل إن شاء الله. أنا حسي أمشي ان شاء الله يا اختي. دعواتكم بس إن شاء الله. بس الزول ده يحاول يديني حاجة. شنو انا عبود يا اخي؟ والله يا عبود ما ممكن يا اخي. انا لي اكثر من ساعتين منتظرك يا اخي. هاي انت عارفني محتاج لك والله العظيم. الحاجه دي انا لو ما محتاج لها يا عبود ما كنت قلت لك. هاي انا في الميدان الكبير. هاي خلاص. والله انت عارفه يا منال، انا جايه على بيتك حسي قابلت راجلك محمود في الميدان الكبير شارد وحزين. ماله الحاصل له شنو؟ ان شاء الله خير. والله انت عارفه قال لي ماشي لصاحبه ابوه اشوف منه شويه قريشات. انت عارفه الوجع اليومين دول بس الا الصبر. اي والله الحمد لله الا الصبر. والله يا منال اقول لك حاجه، أي. راجلك زول طيب ومحترم وكل الناس بتشهد الاخلاق، ولكن ما عارفه المخلفه يا صادق عبود ده شنو. عبود ماله لكن وانا شايفاه زول محترم وواعي كمان والله. معقوله انت ما عارفه؟ الحاصل شنو؟ عبود بتاجر في المخدرات وكل الناس عارفه اتقبض مرتين، وكل الناس بتخاف منه لانه بجد ده زول خطير. عشان كده حذر راجلك منه وخليه يبعد منه لانه ما معروف المصيبه اللي ممكن يسببها عليك شنو. سبحان الله. ان شاء الله يا ملاذ انا اول ما اجي احذره وان شاء الله حتكون دي اخر مره يتامر فيها مع عبود. خلاص يا منال انا حامشي واعيك يوم تاني. طيب انا حقدمك هنا. سبحان الله يعني طلع كده. الله يا ان شاء الله تمام. كيف حالك؟ يا عبود انت عارف انا طبعا والله محتاج لك حاجه كده والله شديده. انا والله بيتي ده حسي انا طلعت خليت والله الحاجه اللي اقولها معاك. انا حسي قلت كده المره ذاته اقترحت علي قالت لي يا اخي امشي لعبود ده شوف منه شويه جريشات يمكن الحال يتصلح. عشان كده عليك الله حاول شنو حاول شوف لي معاك حاجه. انا عارفك زول ما بتقصر حاول شوف لي حاجه. شوف يا زول يا محمود، نعم. زي ما وريتك انت براك بيت القروش دي يعني انت براك بترفض في النعمه. انا قدر ما حاولت وريتك انك تجي تشتغل معايا عشان تلقى انت عبيد نعمه لك شنو يا محمود ده. والله يا عبود انت الشغل اللي قلت لي ده والله صعب خالص. انت قلت لي انه اوزع معاك مخدرات. والله الشغله دي والله ما ممكن يعني لانه دي شغله صعبه والشغله دي كمان يعني ممكن الواحد يتقبض فيها. عشان كده انا ما بقدر والله ما بقدر والله. حاول كده شوف شغله ثانيه. شوف اقول لك حاجه، انا من غير الشغلانه دي ما عندي حاجه تانية عرفتها. وافقت انك تشتغل معي تعال بديك الدايره، لكن ما وافقت انك تشتغل معي ما تجي انت تقول لي لا تشتغل معي. ما تحاول ما بحاول يا زول. شوف كمان اقول لك حاجه، خد الكلام ده في اذانك. اوه الناس ما الكلام ده طلع برا. وريتك وفكر في الموضوع. حاضر.
راجل ان شاء الله لقيت. نعم. معايا راجل ان شاء الله لقيت. والله ما لقيت. ما لقيته جايين البيت كده؟ مالكش كيف ما لقيت. كيف ما لقيت؟ خلاص مشيت لعبود ده ما لقيت عنده. فتشته وما لقيت، عمل لك شنو؟ انت عارف بتاع الايجار داير والايجار دايرين للمدرسه. عمل لك شنو طيب؟ قالت يا زول اتصرف. اتصرف والقى. اتصرف. لك كيف يا زول؟ اجيبه لك من وين؟ اصرف يعني؟ اصرف جيب لي. يا آمنة يا آمنة يا آمنة، مالك قاعدة زعلانة كده وسرحانة وبتبكي، في شنو أحكي لها يمكن أساعدك؟ والله زي ما انت عارفة أنا زولة يتيمة وما عندي غير أخواني الأصغر مني، وأنا محتاجة لازم أساعدهم، لازم أعمل لهم حاجة عشان يقدروا ياكلوا، وأنا محتاجة لشغل بس ضروري عشان أقضي حوجاتي. والله يا آمنة أنا عندي لك حل، بس لو بتقدري. أنا محتاجة أشتغل، لو شغل شنو بس دايرة أشتغل أنا. نحن عندنا شبكة بتوزع مصدر سعادة للناس وبالمقابل بنكسب قروش. تروج مخدرات تقدري تنقذي نفسك من الإهانة والفلس، كان دايرة أرح كان ما دايرة خلاص. لا 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 خلاص موافقة. خلاص يا عبود. أي لقيت لنا عصفورة جميلة دايرة تطير معانا. لا 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 ما هتجيب أي مشاكل. أنت وين؟ خلاص نتلاقى في الموقع. أروح يا آمنة تستلم شغلك الجديد. يا عبود كيف حالك؟ نعم والله. والله يا عبود انا قررت اني اشتغل معك وان شاء الله اوزع لك اي حاجه، انا ما عندي مشكله. طيب مالك يا محمود، الحاصل لك زمان كان شنو؟ لكن ما مشكلة، شكلك آداب عقلتك، المهم هو الأهم. ما مشكلة، أنا بديك توزع لي المخدرات، عرفتها؟ يلا يعني الحاجات اللي بديك لها أنا حسي هديك الحبتين ديل تبدأ بيهم، عرفتها؟ وبعدين حقك محفوظ، انت دايما انت ما ظلنا يا محمود، يا سعادتك وسعادتنا يا محمود، ما مشكلة. يلا انت امسك ده ابدا بيه وحقك محفوظ بعدين. ابقى محمود كسرت كبرياءك ودخلت معانا برضا نفسك، معليش والله، لكن ما مشكلة، تلقى مصيرك لقدام. يا عبود دي آمنة صورتنا الجميلة جد عشان تنشط عقلها وتستلم شغلك الجديد، وكمان ما تنسى حقي عشان أنا تعبت كتير. مالك يا رحمة، حقك محفوظ إن شاء الله. يلا يا آمنة أنا حديك البتاعة دي تطلعيها قبل ما تبدي شغلك كده إن شاء الله، وحتكون يعني مصيدة كده. يلا دي قبل دي ان شاء الله حنشد عقلك. ها يا آمنة حاسة نفسك كيف؟ نفسي دايخة دايخة دايخة. يلا يا رحمة خذي صاحبتك دي وديها البيت كلنا. السلام الرحمة. كيفك بالله؟ بخير والله الحمد لله، تفضلي. طبعا لي يومين بفتش فيه وقال لي عندك خبرة في الموبايلات. نعم والله طبعا يعني عندي خبرة في الموبايلات لما كنت شغال في الموبايلات، لكن هسه زي ما انت عارفة سوق الموبايلات وقف، وانا ذات الدكان اتباع كله والحاجات كلها انتهت، يعني ما في حاجة ثانية. خلاص طيب أنا دايرة أتبع لي الموبايل ده، ولو بعتي حاجة الروشيتا دي جيب لي الأدوية دي. خلاص ان شاء الله، لكن سلامة ان شاء الله. العيان منو ما ادري انا رشدت كده وداير تبيع الموبايل. والله يا العيانة أمي وليها زمن عيانة طبعا، وما لاقي لها حق العلاج، وقلت يتصرف أبيع الموبايل ده وأجيب لها بقروش حق العلاج. ايوه لا لا ان شاء الله ربنا يديها الصحة والعافية، وان شاء الله انا حبيع الموبايل واجيب لك الادوية، وان شاء الله امك حتبقى كويسة باذن الله. لما تجي. طيب ان شاء الله. يلا.
الزول يشغلك انت قاعد بس يشغلك شويه. مشيت وين كده؟ مشيت وين خليتنا يا راجل أبوي؟ ها؟ مشيت وين؟ مشيت مشوار كده. في شيء. مشيت وين انت؟ قلت لك مشيت مشوار كده ورجعت في شنو ثاني. قبل سيد البيت قالنا في الضل بيت والاولاد ينطردوا من المدرسه وانت حايملي من مكان لمكان. يا الله والله انت مره كلامك كثير والله يا اخ. انا والله بجد جنعت من كلامك وجنعت من يا اخ اقول لك حاجه. اي قول. اي الراجل قال داير بيته صح؟ قال داير بيته والاولاد ينطردوا من المدرسه وانت حايم داير بيته ده هسه نفضل بيته. يا اخي اقول لك حاجه، لو في 1000 طلاق 1000 تعرفي لو في 1000 طلاق تطلقي بالالف. كيف يعني عليك الله؟ دقيقه يا محمود. طلقانه دقيقه يا محمود. طلقانه. لا يا محمود عليك الله مالك يا محمود. لا دقيقه يا محمود انا صبرت معاك في الحلوه والمره يا محمود. عفشك. لا يا محمود ما عشان خاطر الاولاد يا محمود. الاولاد شيلين وديهم السوق وديهم يشتغلوا بيعين. ايه حاجه ترجع عليك لمي اطلعي. لا يا محمود دقيقه. ما داري تطلعي؟ لا دقيقه يا محمود. اطلعي لمي اطلعي والله. يا عبود ان شاء الله كان حبه واحده اديها يا عبود. ادي البنت ان شاء الله حبه واحده بس عبود. ساعد البنت اديها حبه واحده بس ان شاء الله عبود. يا عبود شوف اقول لك حاجه يا رحمه، بعد ده خلاص انا ما عندي حاجه من دون مقابل. بعد ده عرفتي انت قروش نديها ما انت قروش تتصرف. بعد بس حبه واحده ان شاء الله حبه واحده. ما بقدر عليك الله حبه واحده بس. عليك الله يا عبود. عليك الله يا عبود. عليك الله حبه واحده بس يا عبود. شو اقول لك يا عامله، عندك قروش نديك ما عندك قروش ما عندنا حاجه بالنسبه لك عرفتي. يا عبود حبه واحده بس يا عبود. خلاص ما مشكله بنديك لكن ما عندنا حاجه من دون مقابل. خلاص تمام موافقه يا عبود. خلاص ما مشكله. تعالى ما انت موافقه اروح معاك. يا محمود حرام عليك تعمل لي كده. انا جيت وقلت لك امي عيانه ومحتاجه الادويه دي وحسي بسببك امي توفت وما قادره اوفر لها حق العلاج. والله يا محمود ما عافيه لك. انا عمل لك شنو يا فريده؟ يا اخي يا فريده انت عارفه انا الموبايل ده شلته واتسرق مني. عمل لك شنو يعني؟ وبعدين امك ماتت دي انا قتلتها. اجيبها لك من وين يعني؟ امشي اقول يا بنت الناس انا ما اقدر اقول لها ما تموت. خلاص يومها تم ماتت دي. عمل لك شنو انا؟ والله حرام عليك يا محمود تعمل لي كده. انا جيت وقلت لك امي عيانه ومحتاجه للادويه دي وهسي ما لاقي حق العلاج اوفر لي امي حق العلاج. وين هسي بسببك امي ماتت عشان ما قدرت اوفر لها حق العلاج. والله ما عافيه لك يا محمود. يا فريده انا عمل لك شنو؟ امك ماتت دي يومها تم. انا ما اقدر اعمل لك حاجه. بعدين انا التليفون ده شلته والتليفون وقع مني. انا اقول لي ما يقع ولا كيف يعني؟ انا ما عندي لك حل ثاني يا فريده. شوفي لك حل ثاني يا اخي. امك ماتت دي الله يرحمه والله الله يرحمه ويغفر لها. كلنا امنا يعني ما امك بركه. كيف يعني عمل لك شيء تعمل لي شنو؟ لو ما قادر ما كانت تشيل التليفون من البدايه. يا اخي شلت التليفون. يا شلته. فانت عمل لي شنو؟ عمل لك شنو؟ ما في داعي يا اخي. حاسب شنو؟ والله الزول ده ظالم. اديه تليفوني عشان يبيعوا ليه ويجيب ليه بقروشه ادويه لامي. مشى شال التليفون وتاني ما وراني وشه الا الليله. وهسي ولسه بيشاكل معي وهسي بيسوق امي توفت عشان ما قدرت اوفر حق العلاج تاني. ما ممكن كانت تعمل كده يا حبيبنا. كان انت كنت زول طيب ما شاء الله. الناس دي كلها بتحكي عنك تقول انت ما شاء الله يعني زول طيب وزول ما شاء الله. يعني عمايلك اللي قاعد تعملها كان زمان يعني حسي بقيت يعني ما زي زمان يعني اتغيرت جدا جدا. وليه قاعد تعمل العمايل ده؟ والله يا دكتور المشكله ما مني انا يا اخي. انا اللي بدي والله فعلا ادتني موبايلها
لكن الموبايل انا شلته ومشيت لعبود. وانت عارف المخدرات اللي احنا بنتعاطاها دي محتاجه لقروش. هو قال لي ما حيديني بدون اي قروش. بعدين هو شال مني الموبايل واداني المخدر. انا ما اعرف ذاته عمل شنو، والله العظيم انا ما اعرف امها حتوفى بيسوي ولا كده. وبعدين والله يا اخواننا انا دار اترك عالم المخدرات ده ما قادر. كل ما احاول القى نفسي لسه تاني جوا، وكل ما احاول والله لو تقدروا تساعدوني انا اطلع من المخدرات دي. والله انا داير، انا بس داير اخلي حاجه اسمها المخدرات دي. والله بجد انا ضيعت وضيعت ناس معي، والله ضيعت الشباب وضيعت اي حاجه. هسه المره دي نحن هنساعدك ان شاء الله طالما عندك العزيمه والاصرار. امسكوا معاي ان شاء الله، إن بنعالجه يبقى كويس، يبقى احسن من اول. عبود عبود ادينا عليك عبود. خليك عليك ما عندي لك حاجه. شوف اسماني جاي اقول لك حاجه. انا ما عندي لك حاجه. ما عندي لك حاجه. ما عندي لك حاجه يا زول. اسمعني اقول لك حاجه. اسمع مني اقول لك حاجه. البتاع دي بقت غاليه عرفتها. انا ما بقدر بخاطر. ما بقدر بخاطر يا زول. اتصرف. ما بقدر. انا ما بقدر بتصرف والله بدي قاب. عليك الله يا ابو. عليك الله. اسمع مني. اي حاجه شلت. اسمع مني اديك حل سلمي. اي شايف الزول ده؟ وينه؟ شايف الزول ده شايل التليفون ده؟ اي داير التليفون منه. جيب لي التليفون ده انا بديك. هتديني يا ابو؟ بديك امشي جيب لي التليفون ده بس اي طريقه انا داير. ادينا جميل والله. ادينا بمشي اديني بمشي. لو عندك اي حاجه قروش او حقوق يا رضوان مالك عامل في نفسك كده؟ سبحان الله يا رضوان، انت كنت طالب مثالي ومتفوق على كل الطلبه، مالك عامل في نفسك كده يا رضوان؟ سبحان الله ما معقوله يا رضوان، والله ما معقوله. لو عندك اي حاجه انا اديني. ما عندي حاجه انا اعديك لها يا رضوان. اديني قروش ان شاء الله. اديني قروش ان شاء الله يا رضوان اديني حبل واحد عليك. ما في عليك الله يا رضوان. حسي جاي. ما قادر يا رضوان عليك. حسي جاي من ابو ظبي. انا ذات ما اداني. انا ذاتي ابي اديني الزول. عجبنا يا اخي استغل حاجتي. الزول ده دقاني اديك. انا ذاتي استغل حاجتي يعني. انا الله قاعد بقول لك اديني قروش. الو يا دكتور عماد، الحقني سريع في الميدان الكبير، في حالات لو ما لحقناهم بتسوى احوالهم. سريع بالله يا دكتور عماد، سريع يا دكتور عماد، سريع يا دكتور عماد. ما في حاجه. الحقني سريع في الميدان الكبير. والله ابي اديني اي حاجه. الزيدين يا أستاذة، الزيدين نلحقهم سريع، نعالجهم سريع. زيدين طوالي نقوم بالإسعافات عشان دين يقوموا يتحسنوا لنا، يستفيدوا من نفسهم ويستفيدوا من حياتهم، يقدموا للمجتمع كده رحمة. أي طبعا ده نموذج من الشباب اللي كانوا في عالم المخدرات ويتعافوا الحمد لله، وحس يحكوا لنا قصصا مع المخدرات شنو. أحا يا محمود انت احكي لنا قصتك مع المخدرات شنو. طبعا انا قصتي مع المخدرات كانت كبيره. انا كنت زول شغال شغل تمام، شغال في الموبايلات، ودخلت عالم المخدرات. وصراحه بعد دخلت العالم ده انا اتبهدلت وحياتي اتغيرت، بقيت اسوأ زول. يعني الناس اللي كانوا بيحكوا عني بطريقه سمحه بيقوا يحكوا عني بطريقه اسوأ. والحمد لله انا بعد قابلت الدكتور والدكتوره يعني ساعدوني على انه اتعافى الحمد لله، وعرفت ان المخدرات دي ما فيها اي فائده. وصراحه انا في المخدرات خسرت اسرتي كلها، خسرت مرتي وخسرت اولادي، وهسه انا ما عارف هم وين. يعني ترطم عديد كده، والحمد لله هسه انا تعافيت، وان شاء الله هرجع احسن من الاول، وهرجع زي ما كنت، والناس كلها هتفخر بي، وهساعد الناس على انه ما يدخلوا العالم ده. واي زول انا بعرفه شغال في الشغل ده هبلغ عنه ان شاء الله. والله يا محمود طبعا أنا كنت بعرف إنك زول طيب ومحترم،
وإنك ما قاعد تعمل الشغلة دي بإرادتك، لكن حسي طالما شفيت الحمد لله وبقيت كويس أنا عافيتك دنيا وآخرة، وإن شاء الله تكون لك توبة نصوحة، وبتمنى إنه تاني ما تفكر ترجع للمصيبة دي ان شاء الله. أنا زولة يتيمة وما عندي غير أخواني الأصغر مني، وأنا كان لازم أشتغل عشان أصرف عليهم، لكن هسي بدل ما أنا أشتغل وأصرف عليهم بقوا هم يشتغلوا عشان أجي أشيل منهم القروش عشان أمشي أشتري المخدرات. لكن هسي الحمد لله اتعافيت، وبعد ما قابلت الدكتور اتعافيت، وهسي أي زول بيشتغل في مجال المخدرات أنا أخلي يقبضوهم. طبعا انا كنت طالب والله وطموحاتي كثيره اني اتخرج واكون دكتور وافيد المجتمع وافيد اي زول، لكن بعد ما خشيت عالم المخدرات والله اتبهدلت وطموحاتي انتهت كلها. لكن ان شاء الله هسي بعد ما قابلت الدكتور الحمد لله هسي بطلع من عالم المخدرات.